السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. النهاردة بقى هعمل معاكم البسبوسة، بس مش هنعملها بطريقتنا المعتادة صينية بقى ونفرد ونعمل. النهاردة هعمل معاكم البسبوسة في طاجن. هعمل معاكم طاجن البسبوسة بالكريمة. طبعا حاجة جديدة وجميلة وطعمها حلو قوي وهتعجبكم، ومش هتبطلوا تعملوها، وبتتعمل بسهولة برضو زي البسبوسة العادية بتاعتنا. بس احنا عملناها في طاجن وحشيناها كريمة بالقشطة. طعمها جميل جدا وتحفة جدا. وتعالوا نشوف احنا عملناها ازاي. هنبدأ كده. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنا جبت حلة ونزلت فيها بكوبايتين ونص من اللبن. دي يا جماعة الكريمة اللي احنا هنحشي بيها البسبوسة. ونزلت عليها بمعلقتين من السكر، وانزل بثلاث معالق من النشا. طبعا انا مش مكترة السكر لان احنا طبعا هنسيها بالعسل، فانت حابة تزودي سكر زودي. ونزلت كده برشة من الفانيليا السايلة، وهدوب بقى كل دوت مع بعضه على البارد بس، واروح بيهم بقى على البوتاجاز. نبدأ اول حاجة هنعملها الكريمة بتاعتنا، طبعا على البوتاجاز، وهنقلب بقى ايدينا فيها على طول كده، ما نسيبهاش عشان ايه ما تشيتش يا جماعة مننا اللبن ولا يتحرق. وكده بدت تتقل معانا. نزلت عليها بحوالي نص كوباية كده من القشطة، قشطة اللبن العادية اللي عندك في البيت، او لو في علب قشطة كده في السوبر ماركت. انا كان عندي قشطة اللبن اللي بنشيلها من على وش اللبن. وكده الكريمة بتاعتنا بقت جاهزة. هنجيب بقى بولة وهنزل فيها بنص كيلو من دقيق السميد اللي هو دقيق البسبوسة، وهنزل عليه بثلاث معالق من السكر، وهحط رشة من الفانيليا، وهقلب بقى كله مع بعضه كده. دي المواد الجافة بتاعتنا. وهنزل عليهم بمعلقة صغيرة من البيكنج باودر، ورشة بسيطة من الملح. وهقلب بقى كله واركنه على جنب. ونبدأ بقى نجهز السوائل بتاعتنا. انا هنا هنزل بكوباية من اللبن، وهنزل كده بحوالي نص كوباية من السمن، 3 معالق كبار كده مليانين من السمن البلدي. طبعا انتوا عارفين الحلويات الشرقية دي بتبقى عايزة سمنة بلدي. فنزلت بكوباية من اللبن ونص كوباية من السمن البلدي. وهنزل بقى بمعلقتين كبار من عسل الجلوكوز، وهدوب بقى كله مع بعضه، واخدهم بقى على النار يا دوب بس السمنة بتاعتنا تدوب واللبن بيدفى شوية. وهنزل بقى على المواد الجافة بتاعتنا ونقلب كله مع بعض. طبعا انتوا عارفين ان البسبوسة طبعا ما بتتعجنش، يا دوب احنا بس بنقلب تقليب خفيف كده لحد ما الدقيق بتاعنا يتشرب من جميع السوائل اللي احنا نزلنا بيها. ما بتتعجنش يا جماعة البسبوسة، عشان تبقوا عارفين، عشان ما تعضمش معاكم وتنشف وتقولوا البسبوسة نشفت ليه. انا النهاردة بعمل الوصفة بتاعتنا دي في الطواجن الفخار. جبت حتة زبدة حلوة كده بقري، وابدأ ادهن الطواجن كلها بالزبدة. وهنزل بقى اول حاجة بكمية من البسبوسة، زي ما انتوا شايفين كده. انا بحط كمية كده يعني تلت الطاجن اللي معانا.
وبعد كده هنزل بقى بالايه، بالكريمة بتاعتنا اللي بالقشطة، برضو تاخد طبقة كده معاها. ونحاول نخليها في النص، ما نخليهاش عند الحروف عشان ما تتحرقش معانا من الحر، من الحروف، حر ايه بس من الحروف. وهنبدأ بقى نغطي الوش بتاعنا. دي الطبقة التالتة برضو من دي البسبوسة. هنبدأ بقى نغطي الوش كله زي ما انتوا شايفين. بتبقى جميلة جدا وطعمة جدا وحاجة جديدة، والله هتعجبكم قوي. حاجة جديدة، ومش لازم ناكل البسبوسة بقى في صينية ونقطع قطع، لا، في طواجن كده بالكريمة، وكل واحد ياخد الطاجن بتاعه مع نفسه كده في منتهى الجمال. وتغيير يعني ايه، مش لازم يبقى عندنا نمط معين لازم نمشي عليه يعني. ادي كده الطواجن بتاعتنا بقت جاهزة. هجيب بقى صينية وافردهم فيها وعلى الفرن. طبعا الفرن والع من قبليها ومسخناه. هبدأ بقى اعمل الشربات بتاع البسبوسة. نزلت بكوباية ونص من السكر وكوباية ونص من المية، حطيته مع البوتاجاز خدوا غلوة. وادي كده البسبوسة كانت بقت جاهزة معانا وخدت اللون الجميل بتاعها. وبقيت الكريمة بتاعتنا اللي اتبقت حطيتها في طواجن كده، خليتها ايه، كريمة فرن يعني زي اللي بتتباع في المحلات كده. حبيت يعني ايه اعمل لهم حاجة جديدة. وطبعا نزلت بقى بالعسل على البسبوسة بتاعتنا. وزي ما انتم شايفين كل ما انزل بالعسل طبعا البسبوسة بتشربها، وده من دليل ان البسبوسة بتاعتنا ناجحة ان هي تشرب الشربات بتاعها. كل ما احط لها شربات تشربه. وزي ما انتم شايفين كده اتشربت ما شاء الله، اللهم احسن ما بين ايدينا. وشكلها مشهي كده وجميل وطعمة، وتحلية بسيطة كده تتعمل بكل سهولة. وزي ما انتم شايفين الطواجن طالعة ازاي. وطبعا الكريمة وشها احمر من فوق، اللي هي الحشو اللي احنا كنا عاملينه الكريمة بالقشطة. بعد كده عندنا ايه، مهلبية فرن، وعندنا بسبوسة طاجن بسبوسة بالكريمة. ده حاجة اخر دلع بقى، والدنيا ايه، اخر تمام بقى معاهم النهاردة، متدلعين على الاخر. زي ما انتوا شايفين بقى، بصوا البسبوسة ناعمة ودايبة ازاي، والكريمة ما شاء الله دايبة فيها. وطعمها بجد جميل جميل جميل، طعمها تحفة يا جماعة، والله طعمها تحفة قوي. وانا حاساها خفيفة كمان عن البسبوسة اللي في الصينية، مش عارفة ليه يعني حاساها اخف. والطعم بقى حكاية. والريحة بتاعت البسبوسة والسمن البلدي طبعا والكريمة ريحتهم جميلة جدا. وزي ما انتوا شايفين النعومة والبسبوسة دايبة خالص وناعمة جدا. وطعمها بقى يعني انا عايزه اقول لكم من وانا بصور كده هخلص الطاجن ده. وشايفين اللون من فوق ومن تحت، اللون طالع عامل ازاي. وناعمه فعلا البسبوسه ودايبه، ولا بقى محجره ولا ناشفه ولا اي حاجه. بصوا البسبوسه معانا يا جماعه، بصوا طريه وناعمه ازاي، دايبه دوب دايبه دوب خالص في الكريمه. ودي بقى احلى تحلية هتعملوها. ولو عجبتكم بقى وصفتي النهاردة، لايك وشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.